السلام عليكم. انا النهارده هعمل لكم الكشري، ودي اكله مصريه مشهوره. انا الحله دي انا هحط فيها الصلصه، ودي هعمل فيها البصله بتاعه الكشري. ده كده انا هحط على الصلصه شويه زيت صغيرين، واحط حوالي معلقه توم اهي كده. والحله التانية هحط فيها زيت اللي هحمر فيه البصل، والبصل اللي انا قطعته اهو ده على حوالي ربع كيلو عدس، احطه على الزيت كده، وانا رشه ملح على البصله. والبصل اللي هو بتاع الكشري ده اللي هو لازم يكون اللي هو البصل الابيض، ما ينفعش اللي هو البصل الاحمر اللي هو زي ده كده، ده ما ينفعش عشان بيطرى وبينزل الميه بتاعته. البصل الابيض ده بيكون كويس، ما بينزلش الميه بتاعته. كده دي احط شويه كده، بسيبها التومه كده قربت تتعمل اهي كده. التومه دي كده خلاص اتحمرت. انا هطشها بشويه خل، حوالي معلقتين كبار خل بس كده، واحط عليها الصلصه واسيبها تتخدم. والتوابل بتاعتها ملح وشطه وشويه كمون، معلقه صغيره كده كمون بس كده. ودي هقلبها طول ما انا واقفه لغايه لما تتحمر. دي كده الحله دي اللي انا هسلق فيها المكرونه، احط لها معلقه ملح دي، وابتدت تغلي اهي. وانا وكده انا هحط المكرونه، الميه هي اتسلقت. ده كان كيس مكرونه اللي هي المرمريه اللي هي الصغيره 350 جرام، وحطيت شويه مكرونه سباكيتي بتدي منظر بردك في طبق التقديم بتاع الكشري، واسيبها شويه لغايه لما تتسلق. وادي دي الحله بتاعت الصلصه اهي كده. في الوقت ده انا هحط لها البهارات بتاعتها اللي هي معلقه كبيره شطه، معلقه صغيره كمون، وربع معلقه صغيره بهارات، ومعلقه كبيره ملح. الملح حسب الحياء بتاعها. دي كده هقلبها بس كده. كده هسيبها لغايه لما تتسبك، هقفل عليها وهوطي عليها على الاخر. ودي كده البصله اهي البصله لسه ما اتحمرتش. افضل بردك اقلب فيها كده لغايه لما تتحمر. والمكرونه اهي على بتتسلق. ده الليمون اللي انا مفرزاه في الفريزر، انا طلعته جامد اهو
بس هحطه هنقعه في شويه ميه لغايه لما يطرى معايا، عشان هعمل بيه الدقه بتاعت الكشري. ده كده البصل انا عملته اهو، وخليت شويه بصل، حطيت العدس، وبعد كده احط شويه كمون، يعني حوالي معلقه كمون، واحط معلقه توم اهي بردك معاه، وهقلب. وادي الصلصه اهي انا خلصتها، وخدت بردك منها شويه بصل معاها، وهقلبها اهي كده. كده انا قفلت على الصلصه. وادي المكرونه اهي بعد ما سلقتها وحطيتها في الحله تاني، وعملتها بمعلقتين زيت، وحطيت لها ملح وشطه وفلفل اسود. وده كده العدس اهو، افضل اقلب فيه لما اشم ريحه الثوم كده فيه. بعد كده اغلي ميه في الكتل واحط عليه لغايه لما يتسلق 3/4 سلق كده سوا، واغسل الرز واحطه عليه، وهوريهولكوا الشكل النهائي ليه. كده انا حطيت الرز اهو على العدس لما دخل حوالي 3/4 سوا، وزودته الميه، ميه سخنه من الكتل، هيغلي بس وتختفي الميه دي. هحطه على العين الصغيره بس ايه عشان يستوي. هو كده لسه هيغلي بقى كده اهو كده، وهغطي عليه كده. الشكل النهائي بتاع الكشري بتاعي، واتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم باذن الله. واتمنى ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناه بتاعتي اللي هي بيت العيله، ولايك للفيديو بتاعي، وشكرا.